الراجل ده مصر كلها كانت فاكراه أجنبي. الاسم أجنبي، الشكل أجنبي، وأبوه نمساوي وأمه إيطالية. طيب تعرف إيه أغرب حاجة؟ إن الراجل ده رفض يعيش بره مصر واختار يعيش هنا في مصر، حتى لو هيبيع تين شوكي في الشارع. ده ستيفيان روستي، أو زي ما بنقول عليه ستيفان روستي. مين بقى هو ستيفان روستي فعلا؟ اركب معايا آلة الزمن وتعالى نرجع لأوائل القرن العشرين. راجع بيك لمصر، وقت ما كانت مصر حاجة غريبة كده. وانت ماشي تلاقي يوناني فاتح محل حلويات، وإيطالي حلاق، وأرميني صايغ. كانت مصر وقتها مليانة ناس جاية من كل الدنيا. بس السؤال هنا، إزاي واحد أوروبي بالكامل يبقى من أهم نجوم السينما المصرية؟ ستيفان روستي اتولد سنة 1891. أبوه نمساوي، أمه إيطالية. وفي روايات كانت بتقول إن أبوه كان سفير النمسا في مصر. يعني الراجل ده كان ممكن يعيش أمير. طب إيه اللي حصل له؟ وهو صغير حياته اتقلبت. أبوه سابه وأمه اتجوزت راجل تاني، ومن هنا بدأ يحس إنه وحيد. طب لما هو واحد أوروبي ومتعلم ويعرف لغات كتير، ليه مرجعش أوروبا وخلاص؟ لأنه ببساطة كان متعلق بمصر. كبر هنا وعاش وسط المصريين، وتعود على الشوارع والقهاوي والناس. وبالرغم من إنه كان بيتكلم عربي وفرنساوي وإيطالي وإنجليزي، فضل قريب من المصريين أكتر من أي مكان تاني. بس تعلقه بمصر ما منعش إنه يتبهدل شوية. سافر أوروبا فترة وعاش هناك، اشتغل راقص في ملاهي ليلية. طب بس اروح اتحزن واجيلك. أيوة زي ما بقولك كده، ستيفان روستي فعلا اشتغل راقص. وبعد ما رجع مصر اشتغل بياع تين شوكي. وده يمكن يوريك قد ايه الراجل ده عاش تقلبات غريبة. بس تعرف المشكلة كانت في ايه؟ انه ما كانش لاقي نفسه لحد ما دخل عالم السينما. وهنا بقى كل حاجة اتغيرت، لأن ستيفان ما كانش مجرد ممثل، ده كان فاهم سينما. شارك في كتابة وإخراج أعمال كتير قوي، وساهم في بدايات السينما المصرية نفسها. يعني قبل ما يبقى حتى نجم كان واحد من الناس اللي بنوا الصناعة. بس السؤال، إيه اللي خلاه مختلف؟ الإجابة اللي تبدو بسيطة، إنه بيعرف يلعب كل الأدوار: خواجة، شرير، رجل عصابات، أو حتى شخص كوميدي. وفي كل مرة تحس إنه شخص مختلف وبتصدقه. الراجل ده ظهر في أعمال كتير جدا، زي غزل البنات، سلامة في خير، إسماعيل ياسين في السجن، حسن ومرقص وكوهين. وكان أول ما بيظهر تحس إن الفيلم اتقلب. كان دايما بيقول جملة مشهورة قوي: أنا مصري في المعاشرة. ويمكن دي أصدق جملة توصفه. بس كالعادة وزي أي قصة نجاح، ورا كل نجاح كان في وجع. خسر ولاده وهم صغيرين، والوجع ده فضل معاه طول عمره. وطبعا مع السنين النجومية هديت والزمن بدأ يتغير، لحد ما مات سنة 1964. بس الصدمة، وتخيل كده، واحد من أهم نجوم السينما لما مات قالوا إنهم لقوا في جيبه مبلغ بسيط جدا، وكأن الدنيا خلصت الفيلم وقفلت الاستوديو ومشيت. دلوقتي الناس بتحكم بالشكل بسرعة، وده شبهنا وده مش شبهنا. بس ستيفان روستي كان دليل إن الانتماء مش جنسية. فاكر لما قلتلك إن مصر كلها كانت فاكراه أجنبي؟ يمكن عشان كده ناس كتير ما خدتش بالها إن الراجل ده حب مصر يمكن أكتر من ناس كتير اتولدوا فيها. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس. ادعمونا عشان نقدر نكمل، واستنونا في الرحلة اللي جاية. هنروح لزمن فيه شخصيات أحلى بكتير.